أستاذ محمد، بالفترة الأخيرة انتشرت قضايا المخدرات، يعني شبه يومي أبطال الداخلية ماسكين تاجر مخدرات. شنو الحل للقضاء على تجار المخدرات والمخدرات من وجهة نظر قانوني؟ أول شيء نشكر وزارة الداخلية وكذلك استاذ. الإدارة العامة للجمارك على جهودهم استاذ. اللي قاعد نشوفها كل يوم كل يوم ما شاء الله، اللهم لك. ضبطيات وكل يوم، ولكن للأسف أن أغلب المتهمين يطلعون براءة في قضايا المخدرات براءة بسبب يطلعون براءة شلون براءة ومخدرات ماسكينها وياهم؟ بسبب بطلان في الإجراءات. بسبب وكذلك أيضا بالنسبة للعقوبة، عقوبة تاجر المخدرات ممكن توصل للمؤبد، وفي ناس مو فارقة وياهم. لذلك احنا نطلب تقليص العقوبة من المؤبد إلى أنها تصل إلى الإعدام، علشان تكون رادعة لأي شخص تسول لنفسه بأنه ينشر المخدرات بالكويت ويتاجر فيها.